اولا مريض السمنه ده مريض، فما ينفعش تتعامل معاه على انه هو عنده حاجه غلط، ما ينفعش تتعامل معاه على انه هو ناقص حاجه او زايد حاجه او ان هو ما عندوش اراده. لا 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 خالص، مش كده. ده مريض زي اللي عنده الكلى. أنت بتبص اللي عنده الكلى لان هو مذنب، هو مش المفروض مذنب غصب عنك. غصب. دي حاجه ملوش يد فيها، فلازم نتعامل معاها. دي حاجه مهمه جدا يعني. واحنا برضو المجتمعات العربيه جادجمنتال قوي يعني. احنا دايما قبل ما افكر في نفسي بفكر في اللي قدامي، ودي مشكله رهيبه يعني. لازم اتعامل معاه على انه شخص عادي خالص. وده من ضمن الاسباب ان هم بيروحوا يعملوا عمليات. هو كل حتى لو اللي قدامه ما اتكلمش، النظره بس بتزعل، النظره بتزعل. طبعا المجتمعات الاجنبيه ما فيهاش الكلام ده خالص، ما فيش الكلام ده، لكن احنا عندنا في مصر موجود. ممنوع اصلا يعني، هو يعني حتى ممنوع انت تبص لي بالظبط نظره بالظبط. في تضايقني. الاطفال موجود بره طبعا. التنمر بره في الاطفال رهيب رهيب، وبيعمل مشاكل نفسيه وبيؤدي للانتحار احيانا. ما عندناش احنا في الاطفال كده، احنا عندنا العيال جامده وبتستحمل وما يهمهاش. بتستحمل كلام كتير. بيستحملوا وما بيهمهمش. لكن لازم النظره تتغير. ده مرض يا جماعه. الوزن زياده ده مريض، ده ما هوش طفل، ما هوش بياكل كتير، ده مريض مش اكتر من كده، وبيتعالج. مش عيب ان انا اروح اتعالج يعني.